السلام عليكم ورحمة الله. يا 700 مرحبا بكم جميعا أيها الأحباب من صالة المؤتمرات من هنا من مدينة العيون. أحييكم. سأغطي لكم إن شاء الله فعاليات الاحتفال بذكرى الذكرى 48 للمسيرة الخضراء من هنا من مدينة العيون عاصمة الأقاليم الجنوبية. وسنشهد معكم جميعا والحاضرين هنا رجالة الدولة هنا في هذه الصالة ينتظرون خطاب جلالة الملك محمد السادس في هذه المناسبة الذي اعتادوا عليه كل سنة. ابقوا معنا بنعمل لكم تغطية كذا مناسبة إن شاء الله، ليس لايف لأن احنا دخلنا داخل الصالة وبنعمل مقطعة ثم انه في ظرف طارئ طرأ لي انا شخصيا لا استطيع ان ابقى في اللايف فترة طويلة. بعد قليل ان شاء الله سيستمع الجميع لخطاب الملك جلالة الملك محمد السادس. هنا انا اخترت مكان الاعلى حتى يتسنى لي ان اصور. هذه او هؤلاء هم رجالات مدينة العيون. هنا من أبناء المنطقة أيضا. ربما الأغاني ستعملنا مشاكل في حقوق النشر والطبع لكن ما باليد حيلة. أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد مكنت المسيرة الخضراء التي نحتفل اليوم بذكراها العزيزة من استكمال الوحدة الترابية للبلاد، ووفاء لقسمها الخالد نواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء من أجل تكريم المواطن المغربي وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا وخاصة بالصحراء المغربية. وقد مكن استرجاع أقاليمنا الجنوبية من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، كما مكنت التعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين. وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي. لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية وتوفير خدمات والبنيات التحتية
المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك، بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري التي تعرفه مدن الصحراء المغربية، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها، اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في أرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد. انتهى خطاب جلالة الملك محمد السادس. استمع الجميع إليه. دائما خطاباته مقتضبة ومختصرة، لكنها مليئة بالمواضيع والمحاور المهمة جدا. سنستمع إلى المحللين إن شاء الله. الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحبه الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الشعبين في انتهى خطاب الملك محمد السادس كالعادة، خطاب خفيف مختصر مقتضب، لكن كل كلمة فيه لها معنى. خرج الحاضرون جميعا ونحن سنخرج. احنا أخذنا هذا المكان، كان معنا كرسي هناك عند الكراسي الحمراء، لكن قلنا لهم فوق بيكون مناسب حتى للتصوير وأن نلتقط بعض اللقطات الجميلة. نخرج الآن إلى الشارع ونرى الأجواء المغربية، ولو أننا نشارككم الفرحة وفي القلب غصة. نشارككم هذه الفرحة يا أخواننا المغاربة وفي القلب غصة، لكن قدر الله ما شاء فعل. إلى اللقاء في الخارج. يلا يلا الله. طيب حاج باش ناخذ معك الصورة. حاضر حاضر. هاك تفضل أخي. هيا يو رايت. حياك الله. سامحيني والله أنا آسف. كيف الحال؟ الله يسلمك ويبارك فيك، الله يحفظك. يعني أنا ربما سبحان الله أخطأت التقدير. حياك الله وأبقاك. حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله. اسمك الكريم أختي؟ سعاد. يا أهلا وسهلا. حياكم الله. الحمد لله ناس. وأنا لي الشرف والله. تفضلوا. أخذوها الشباب؟ بسم الله. صورة. اعمل صورة يا أخي لو سمحت. مرحبا بالسي اسعد. أهلا أخي. عندي لك دعوة خاصة. شو الضم؟ ادعي لي دعوة. أنا عارف. دعوة في أنا أعرف ما هي، لكن جمال وهذه وجلسة. طيب شكرا أخي. شكرا أستاذ. شكرا، الله يحفظك. تفضل أخي. خذ واحد الصورة مع مصطفى. هيا بسم الله. الله يجازيك شكرا. زين. الله يحفظك يا أخي، الله يبارك فيك. أنت عامل لايف؟ السلام عليكم، شحالكم لاباس بخير؟ معكم مصطفى من مدينة العيون، الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الشريفة، الصحراء المغربية. الصحراء في مغربية والمغرب في صحرائي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومرحبا بالسي اسعد عندنا في مدينة العيون. وأنت رانا الليلة إن شاء الله مدعو لحفل تقليدي صحراوي مغربي إن شاء الله، باش تعيش معنا الأجواء والصحراء والبل والجمال وهذه إن شاء الله. أنت والإخوان اللي معك، ومرحبا بك سي اسعد. الله يحفظك. وإحنا راني نشاركك في أي شيء. فيها إبل الإبل والصحراء والجمال وحليب الإبل والتمر وشبة الضوء والنار والفلكلور والضوء والنار. والله كاين النار. طيب خلي الأخ عبد الواحد يعرف المكان. لا أعطيته رقم معك. لا
مقيده. ناخذ الرقم مع عبد الواحد. العشرة بالليل مخيم سفاري صافي في طريقه الليل مع 10 بالليل. عرفت مخيم. اذا نراكم في الخارج. الله يحفظكم. نراكم. تهرب عليكم نقول شحال. خذ الرقم. خذ الرقم. الله يحفظك. شكرا جزيلا. اهلا مرحبا. الله يحفظك يا اخي. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا اخي. ما لا الله يكرمك. المتابعين المحبين الله يحفظك. تعال نخرج في الضوء احسن. احنا الان في الظلام الدامس. هيا بسم الله. حياك الله. وين محمد؟ تصور هذه كلها صور من المسيرة الخضراء. خلينا ناخذ الهواء. موريتانيا حتى هي كتزول لي على ودول العالم كلهم متابعين الاوضاع. كانت اسبانيا كتعتبر بلي اعلان تنظيم المسيره مجرد دعايه اعلاميه الهدف منها ضافه من جميع المدن ومن مراكش قصر المؤتمرات في مجموعات في قصر المؤتمرات بمدينة العيون. استمعنا إلى خطاب جلالة الملك. سنحاول أن نسمع التحليلات من المحللين. الخطاب كان مقتضب كالعادة. وأنا من هنا نعلن نهاية أنا ورفيق الدرب والكفاح عبد الواحد نعلن نهاية رحلتنا في الأقاليم الجنوبية. حطينا الرحال في العيون وكان ختامها مسك. كان ختامها خطاب الملك محمد السادس والحضور مع هؤلاء الأخوة المغاربة. وهناك كما ترون في ساحة المشوار جموع كبيرة جدا شاركنا معهم الفرحة رغم الغصة ورغم الألم ورغم الوجع. لكن ما كان ينبغي أنه نفوت هذه المناسبة رغم الوجع ورغم الألم. لكن أبينا إلا أن نكون مع إخواننا المغاربة. وهذا أحدهم يوشحني بالعلم المغربي الجميل. الله الله شكرا لك يا محمد. ايش هذا؟ لا ما اريد. لا ما اريد. خاصكم تصوروا معايا الضفايا مخيمين مئات الالاف ديال الناس. شي منهم جاي من ورزازات وشي جاي من سوسي وكازا وطاطا وفاس ومن كاع المناطق. وتصوروا معايا الجو اللي يمكن يكون تما بحال شي مهرجان كبير وفي احتفاليه كبيره. حيت الناس كانوا امنين بان المسيره غادي تنجح. اكيد الجو كان اكسبسيونيل. اولا تحياتي لكم سيدي الكرام من مدينه العيون. نبارك الشعب المغربي قاطبه وللاقاليم الجنوبيه تحديدا ذكرى المسيره. مضامين خطاب الملك محمد السادس هو عادة ما يكون مختصرا، لكن كل كلمة ينضوي تحتها تحليل، ينضوي تحتها معنى. وركز بالدرجة الأولى على الوحدة الترابية للأقاليم الجنوبية، وركز فيما معنى الكلام أنه الدولة المغربية تخوض صراعا سياسيا دبلوماسيا وفي نفس الوقت صراعا تنمويا اقتصاديا في هذه الأقاليم الجنوبية التي تشهد فعلا نهضة اقتصادية غير عادية. وهذا ضمن جزء من التحرير. وتكلم ايضا عن الحكم الذاتي، وانا صراحه انا طفت الاقاليم الجنوبيه فوجدت الحكم الذاتي واقعا. يعني من يحكم الاقاليم هم ابنائها، يعني هم من ابناء المدينه، كل المدينه هم ابناء المدينه، ما في واحد جاء من اي مدينه اخرى ليحكم الصحراويين. الصحراويون هم يحكمون انفسهم بانفسهم في ظل سياده الدوله، في ظل سياده الدوله المغربيه، وهذا واقع، وهذا ما يؤكد عليه
وهذا الذي سيعود إليه الجميع في نهاية المطاف هو الحكم الذاتي. الواقع أصلا هو الواقع أصلا. نبارك للشعب المغربي قاطبة ولمغاربة الصحراء تحديدا هذه الذكرى، ذكرى معجزة الزمان، ذكرى المسيرة الخضراء الملهمة لكل أحرار العالم وليس للمغاربة فقط. كيف ترون خصوصا أنكم يعني تجولتم وليس الزيارة الأولى طبعا، كيف ترون على مستوى هذه الزيارة الأولى للأقاليم الجنوبية؟ احنا مشيناها برا، تعمدنا أن يكون برا وقطعنا مسافات طويلة جدا لا يقارب 4000 كيلو إلى القرقارات. أنا تعديت القرقارات وعديت المعبر كمان ودخلت إلى الجهة الموريتانية وخضتها شرقا وغربا. التنمية لا تخطئها العين، من يريد أن يرى الأقاليم الجنوبية فقط إذا لم يسعفه الوقت فلينظر إلى العيون. هذا العيون أنا أمس كنت في حديقة موسع تقريبا مو موجودة تقريبا ولا في أي عاصمة من عواصم الدول العربية قاطبة. هذه مدينة العيون التي أنا تركتها في العام الماضي وجدتها في هذا العام، وجدتها اختلفت، يعني اختلفت تماما، ووجدت أشياء لم تكن موجودة. التنمية هذا واقع معاش يراه الأجنبي قبل المغربي في الأقاليم الجنوبية. شكرا لك صراحة. شكرا. أسعد بشرعي إعلامي ويوتيوبر يمني. شكرا لك. لا تخرج من الصحراء. الله يحفظك يا اخي، الله يبارك فيك. مراكش تشرفنا. انت مراكشي ما شاء الله عليك، الله يحفظك. تحياتي لك. شكرا. هذول العيال ها من ساعة عند عبد الواحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال اخي؟ الله يبارك فيك. الا عرفتك الان. عرفت هذا رياض. كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله. هذول عيالك؟ اصحابك هذول الاثنين اسرات؟ كيف اصحابك صغار؟ ها؟ الوالدة هناك؟ يلا ما شاء الله عليك. وش غادي؟ ها؟ وين غادي؟ نروح انا مروح. الله يسلمك. بخير. اياك. الله يسلمك. الصحراء. تسلم. المغربية. تسلم يا الحبيب. الله يحفظك. شكرا. الله اكبر. الله شكرا لك. مرحبا حياتي لك. فتحت لنا ابوابها قانونيا، اعترف لنا العالم باسره على انه كانت من قديم الزمان ديالنا، اعترف لنا العالم باسره على انه كانت بيننا وبينها روابط، وديك الروابط ما جاتش وتقطعت بالقطع المستعمر. اذا علينا أن نقوم بالتزاماتنا كملك البلاد وكخادم هذه الأمة وكأمير المؤمنين، أنني كما أن البيعة ديالهم ليا وقف عنقهم، أنني نقوم بواجبي ونلتحق بالشعب ديالي في الصحراء. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. سيارة صورة مع مرحبا يا طيب. مرحبا والله بخير. الله يكرمك يا اخي ويبارك. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك. الله يسلمك. اليمن كله على راسنا. الله يكرمك. الله يحفظك يا اخي. عبد الواحد وينه؟ سيرة أم هشام.
عبد الملك الكريم، حياك الله. شكرا لك على هذا المجهود الكبير الذي تبذله من قناعة نفسك أولا، ثم للدولة المغربية الحبيبة. أنت مغربي أكثر من اليمن. مرحبا بك. الله يحفظك ويبارك فيك. كيف الحال؟ الله الله يكرمك. كيف الحال؟ يلا بخير. زي ما قلت معك الله طول واحد كنت عاجبني وانا كنت على ظهر برافو عليك. جزاك الله خير. هذا ايوه انت، انا اصورك. اي اسمك؟ الفهم الفاهم علي. والله انك فاهم. والله الفهم علي. الفاهم علي. انت فاهم علي. والله حكى انا عاجبني هذا تعجبك الهضره ديالي؟ مغاربه الواقع وليس المواقع. ما شاء الله عليك الحاج، زكي عاود فيه. انا قلت اكيد فكريت عشان ما شاء الله عليك. هذا الرجل لا ما عندوش تمام. رجل طيب هذا الرجل. لا ابدا. الله يحفظك الفاهم. انت فاهم؟ فاهم علي. فاهم علي. علي فاهم علي. فاهم علي. هو صديقك، هو حبيبك. مرحبا. ناظور من الناظور. بالله يتابع المباشر. تابع المباشر. تعال هنا، تعال في اليمين. هذا الرجل تعال في اليمين. دور في اليمين. مرحبا. تعال يا بدر. هذا الرجل غريب في امره، يحب الصغير والكبير والاطفال. اي اسمك سميتك؟ ادم. الله يحفظك. سلم على العائله، سلم على الماما والبابا. اوكي يلا يا بدر. يلا مشينا يا جماعه. سلم لي على الاخ صاحبك. يسلم عليك. سلم عليك. الله يحفظك يا صاحبي. نراك على خير. يا امان الله. يلا جي انا رايح الناظور. تفضل. تعجبني المحتوى اللي تبارك الله. وين السيارة يا أخي؟ سيارتنا وصلت. وين عبد الواحد؟ قول له ينتظرنا. دقيقة. خليني شوية امشي. لا بقي. حط السيارة في أي مكان. يلا. الله. سالك يا صحاب عبدك سبحة حرة ورادنا لازم الله. مشينا يا الحبيب، مشينا. بلاتي بغا نمشي. أزال شوية. يلا. يستر الباب بلاتي. يلا. من بيصورنا؟ هذاك بعيد يا أخي. قرب شوي. بعيد. هذا في وين راح؟ صلى على النبي. والله شكله بيصور نفسه يا صاحبي. شكرا. يلا. الله يحفظك. قل آمين يا صفوان. اسمك صفوان. يلا شوف الصورة. قل سلام. قل هكذا. أيوة. يا سلام عليك. شكرا. مشاركة إخواني المغاربة في ذكرى المسيرة الخضراء
الذي نعتبرها مدينة الزمان كما يسموها المغاربة فعلا هي كذلك. استمعنا لخطاب جلالة الملك محمد السادس. أنا يعني أختم هذا التغطية الجميلة من هنا من أمام قصر المؤتمرات في مدينة العيون بحاجة يعني خلتني أستغرب، والله العظيم حاجة خلتني أستغرب بالذات. يعني تخيلوا أنا الآن في عمق الصحراء المغربية في مدينة العيون، هؤلاء الذين ترونهم صحراويون مغاربة عايشين في مدينة نموذجية، مدينة متطورة. أنا مستغرب على ناس عايشين في المخيمات ويسمحون لأنفسهم أن تتاجر بهم دولة مثل الجزائر منذ أكثر من 60 سنة، وهم يتاجرون عليهم أو يتاجرون بهم، عايشين عيشة الويل، عيشة الدمار، عيشة العار، عيشة الغبار، ويسمونها يعني مش عارف ايش، مسيرة العزة والكرامة وشيء من هذا القبيل. أنا لا أستطيع أن أتصور أن هناك واحد في المخيمات لا يريد أن يعيش في هذه المدينة وسط هؤلاء الصحراويون الذين يعيشون أجواء بلادهم ومرتاحين وفي ظل الراية المغربية عايشين صحراويين. والمشكلة أنهم نلحقكم. لا حاجة من البيت 15 دقيقة بنروح من هون إن شاء الله. تمام. راح نشوف الثقافة الصحراوية في الخيام هنا 21 كيلو. طيب. مرحبا بك أخويا. طيب إن شاء الله. الغريب. السلام عليكم. أهلا وسهلا مرحبا. لما نعرفوا الأجواء، كي جاتك الأجواء مثلا؟ الله، الأجواء كالسنة الماضية يعني احتفالية حقيقية، فرحة حقيقية في وجوه المغاربة هنا، وحق لهم أن يفتخروا بالتنمية والتطور الذي حصل في مدينة العيون تحديدا. وهذه هي الصحراء المغربية، وهؤلاء هم الصحراويون ويحكموها أهل البلد. من يحكم الصحراء هم أهل الصحراء. يعني الحكم الذاتي الذي تكلم عنه اليوم جلالة الملك محمد السادس هو واقع فعليا، والبلد من تطور إلى تطور. أنا طفت الصحراء كلها، أنا حتى القرقارات تعديت القرقارات ودخلت إلى ما الحدود الموريتانية، ووجدت في الطاقة الريحية، في الطرقات، في البنية التحتية، في المستشفيات، في الطرق في عمق الصحراء طرق نموذجية. يعني في تنمية، في بناء، في تطور، في صدق للإدارة في هذا البلد أن تنهض بهذه الأقاليم الجنوبية. وهذه هي المعجزة الحقيقية، أنه منذ كم أعتقد المسيرة الخضراء 48 سنة إلى هذه اللحظة، والدولة المغربية تخوض صراعا عسكريا أحيانا ودبلوماسيا أحيانا، وفي نفس الوقت تنمويا. لم يشغلها لا المعركة الدبلوماسية ولا المعركة السياسية عن إيجاد تنمية حقيقية في هذا البلد. نهنئكم بهذه الذكرى العظيمة، ونحن معكم في كل ذكرى. أنا كنت في العام الماضي هنا، وهذا العام لكم رغم الأحزان، رغم أن لدي حزن شديد وخبر سيء جاءني من اليمن بوفاة والدتي رحمة الله عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها، لكن ما حبينا أن نفوت هذه الفرصة الذي كانت ختام رحلة طويلة استمرت 10 أيام. بدأناها من أكادير إلى القرقارات، ثم الداخلة، ثم السمارة، وذهبنا إلى السمارة وغطينا الأمن والأمان هناك عندما قيل ما قيل. بعد ذلك العمل الجبان الذي نفذوه العصابة الإرهابية للبوليساريو، وغطينا عبر شاشتي المتواضعة هذه ولايفاتي المتواضعة في اليوتيوب، وفاء لهذا الشعب المغربي الذي نحبه ونقدره. أنا يمني، ولكنني يمني الهوية لكن مغربي الهوى، ونحب هذا البلد حبا جما. نسأل الله لكم السلامة والعافية، ودمتم في خير إن شاء الله. إذا بارك الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. خليني أضرب هذا بدون ذكر الاسم. بعد القليل جدا من الناس والعفاف بشكل سري بلا ما تمام. إذا في أي فعالية أو أي شيء نحضر معكم إن شاء الله. دعوني أكمل حديثي معكم. محمد تعال أكمل حديثي معكم يا أخوان الكرام. الذي لفت نظري أيضا في خطاب الملك محمد السادس أنه تحدث عن الحكم الذاتي، تحدث عن الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية. والحقيقة أن الحكم الذاتي واقع موجود عمليا، يعني
كل مدينة أو كل إقليم من الأقاليم الجنوبية يحكمها أبناء المنطقة. ما في واحد جاء من كازا ولا من مراكش عشان يحكم أهل العيون مثلا أو يحكم أهل بوجدور. المناصب السيادية والقيادية في الدولة وفي المدن الرئيسية يعني يحكمها أبناء البلد، يعني الصحراء يحكمها صحراويون. هذا هو المعنى الحقيقي للحكم الذاتي. يعني الحكم الذاتي من حيث الواقع واقع، بقي أن يصاغ في الورق حكم ذاتي، صحراويون يحكمون صحراءهم، وبقي الذي المحتجزون أولئك في مخيمات العار والغبار سيظلون كما هم عليه بلا هوية، لا هم في أرضهم ويعيشون عيشة عناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم. أعتقد لو ترك لهم المجال لكانوا هنا بين إخوانهم هنا في الأقاليم الجنوبية يعيشون معهم في العزة والكرامة الحقيقية هنا في مدينة العيون وفي الأقاليم الجنوبية. لا تجيب على ارتساماتهم حول الخطاب كما أكدوا الخطاب الملكي. نعم. حضرنا اليوم من هنا أنا اليوتيوبر والإعلام اليمني أسعد الشرعي للمرة الثانية أشارك إخواني المغاربة احتفالاتهم بذكرى المسيرة الخضراء، وحضوري للمرة الثانية أيضا خطاب جلالة الملك هنا في قصر المؤتمرات. الخطاب كالعادة كعادة الملك محمد السادس لا يتكلم كثيرا، هو يفعل أكثر مما يتكلم، وخطاباته عادة تكون مقتضبة وقليلة ومختصرة جدا، لكن خلف كل كلمة تحليل وخلف كل يعني سطر معنى. هو تكلم اليوم عن الحكم الذاتي، وأنا طفت الأقاليم الجنوبية، والحكم الذاتي واقع أصلا لأن من يحكم الصحراء هم أبناء الصحراء وليس غيرهم. تكلم أيضا عن الوحدة الترابية وأكدها أنها تتجذر عاما بعد عام وصحراويون هنا في أرضهم. تحدث أيضا عن التعاون الاقتصادي مع بعض الدول الأفريقية، وذكر تقريبا نيجيريا للمرة الثانية، أيضا ذكرها في الخطاب السابق. البلاد في ظل جلالة الملك محمد السادس وخصوصا الأقاليم الجنوبية من الأفضل إلى الأفضل كل سنة. أنا لمست هذا بنفسي هنا في مدينة العيون. البلاد تطورت والأقاليم الجنوبية تطورت. أنا ذهبت إلى ما خلف القرقرات، وذهبت إلى الداخلة، وذهبت إلى السمارة، وذهبت إلى بولميم وطنطان وكل الأقاليم. الأمور تمشي بوتيرة قوية جدا، وصراع دبلوماسي وسياسي وعسكري وتنموي في نفس الوقت تخوضه الدولة المغربية في الأقاليم الجنوبية. شكرا جزيلا. شكرا جدا. أرى فيديوهات اليمن. هذا في اليمن. يا ابني أنت ما شاء الله عليك، إيش قلت؟ أنت من الناس اليمن، إخواننا حبايبنا من اليمن، نحبكم كثير. هي في علاقات خير، ولكن المهم نحن الشعب نحب بعضنا البعض، وهذا الحمد لله تعارف المغرب بين اليمن وبين السعودية وبين مصر وبين الشعب الجزائري. الشعب الجزائري بينه وبينه علاقة طيبة وجميلة جدا، ونحن لا نعترف بالإرهابيين، ونحن شعب صحراوي مغربي، شعب أصيل، شعب ذو ثقافة عالية، وإخواننا الجزائريين والشعب الجزائري والشعب الصحراوي والشعب كما قال زميلنا حلوة زميلنا حلوة. الشعب الفلسطيني نعطيكم تحية كتير كبيرة من الشعب المغربي من مدينة العيون، بالضبط في الساحة المشوار. والله انك انت من الناس. رأيت البارح ابحث عن فيديوهات عن ما حدث، وجدت فيديو لي أعجبتني صراحة، تستاهل أكثر من مستر بيست، أكثر منه في اللايكات في المتابعات. هذا الأستاذ أنت تعرفه؟ اسمه إيه؟ والله أسعد الشرعي. اسمع، أنا ما بعرف الأسماء ولا بي علاقة به، ولكن لما رأيت في فيديو طيبوبته حبيته من عند الله. الله أعطاه موهبة، أعطاه الله نور في نور وجهه، في أخلاقه، أنت ماذا تقول؟ في تواضعه. لذلك فرحت لما رأيته واتصل وسجلت معه فيديو صراحة. أعطيتني هدية.
عادي ما في مشكل. انت يا ولدي. حبيبي وانا بحبك. يا ولدي أنت ماذا تقول للذين يسيئون إليه من المغاربة؟ لا ما حد يسيء إليه. لا الصراحة يوجد من يسيء له، ولكن لا يسيء لك إلا من يحب. يا ساتر. يعني يسيئون لك اليوم وبكرة وبكرة، ولكن بعدها يحبوك. لما يكون ربي حبك في السماء يجعلك محبوبا في الأرض. ما شاء الله عليك. حتى لو كان اجتمع قوم اليهود وقوم المسلمون وقوم العالم كله لن يسيئوا إليك شيئا، فإن الله أحببك وأحبب ملائكة فيك وجعلك محبوبا في الأرض، ورأسك عالي ويجعلك تحت عرشه تدلل تفتخر بنفسك. وشكرا إلى اللقاء. حياك الله يا ولد. والله انك تتكلم احسن من تبون. لا قسما بالله. تبون. خلاص بس تعال لا تخربط. تعرف انك احلى واحد اليوم شفته والله العظيم. والله انت احلى مني. والله انت احلى مني. انت احلى مني. والله بصراحه والله انك اصلك انت قلبك نظيف. شوف انت اللي قلبك نظيف. نسال مثلا هذا ايوه من اجمل شخص انا ولا هو؟ صراحه لا بعادل هو صراحه. لا صراحه بدون شوكولاته بدون شوكولاته. تكلم. والله ضحكتني وانا حزين يا صاحبي والله العظيم. ايش حزين؟ انا حزين. مين هاد الحمار اللي حسه؟ والله بدنا نقسمه. الشعب كله المغربي يمسكوه يحسب عليه حسب. شفت أنت رديت رد قوي. صراحة من بيزعل. اكتشفنا لكم موهبة يا أهل العيون وانتم ولا عارفين بهذا الولد ما شاء الله عليك. قول له اسعد معنا وعش معنا. نعيش عندكم هنا. اشتغل يوتيوب واحد النهار. نعيش عندكم هنا والله العظيم. والله تنصحني؟ أنصحك تعيش معنا. كل أبواب مدينة العيون مفتوحة في وجهك. من غلقها عليك هو حمار رسمي. هذا النور وهذا الجمال يغلق عليه الباب. والله حتى لو كان الفقر يجري مع دمي لن أغلق عليه الباب. ما شاء الله. والله لن أغلق عليه الباب. أبهرني هذا الولد يا جماعة والله أبهرني. هذا إبراهيم الثاني. اسمك عز الدين سنوس ملقب بتقيشرة. ايش؟ تقيشرة. أنت عارف شراب تقيشرة. سهلة لي الموضوع. أنا اسمي عز الدين. ولقبي كنيتي بالمغربية سميت، ولكن لقبي في الشارع عند أصحابك. عند أصحابي عند حبايبي عند ناس مجاورين لي مثل هذو قيصرة. أول تجارة جواري. لقب لأن أول تجارة لي هي الجواري. كنت تتاجر والآن تتاجر في الحلويات. الحلويات والمسكة وكل شيء. خليني أشوف. والله هذا الحلويات خلاص أنا اشتريت. أنا اشتريتهم كلهم. رسالتي أن يكون أكاديميات مثل أكاديميات كثيرة في مدينة العيون، ويأتي أشخاص من أكاديمية مدريد أو البارسا لكي يروا المواهب التي تضيع في المغرب وفي أفريقيا بأجمعها. صراحة مواهب كثير. إذا أتيت إلى ساحة المشوى أو ذهبت إلى كل مكان تجد مواهب تضيع بسبب. لا لازم من اكتشاف المواهب ما دام إذا في منك 10 في العيون. والله كل حلاوة. أيوة أنت يكونوا بس منك 2 في العالم الكوكب. والله في واحد أنت تبقى معانا هون. خلاص تمام نبقى عندك. ياكل الثاني يذهب إلى الجحيم. لا مش إلى الجحيم. لا إنه مثلك. لا الله.
يذهب إلى مثلا شكرا يا صفقة العز الدين يا شباب، تحية. إذا يا أخوان الكرام انقطع علي الكلام، حبيت أني يعني أودعكم في نهاية هذه الرحلة. كما قلنا يا أخوان الكرام، احنا حاولنا أن نخرج من الناس عشان نستطيع أن نتكلم معكم. هؤلاء أنا قلت لكم ما صرت أستوعب أنه في صحراويين يطالب بانفصال ويبحث عن انفصال ويقول لك انفصال والعزة والكرامة وجمهورية الخرطان الصحراوي خربة. يا صاحبي تعال شوف العيون وتعال شوف الناس كيف عايشين وتعال شوف الأقاليم الجنوبية انت وين والعالم وين. نسأل الله السلامة والعافية. تحياتنا لكم ونراكم في رعاية الله وحفظه. ويؤسفني أن أقول لكم يا أخوان الكرام أنني جئت أشارككم رغم الألم والوجع في القلب، لكن ما حبيت أني تفوتني هذه المناسبة لأنني طفت 10 أيام حتى أكمل الرحلة بهذه، لكن صادف أن انتقلت والدتي رحمة الله عليها إلى رحمة الله في نفس اللحظة وفي نفس الوقت. حاولنا أنه نتملص، كانوا قد حجزوا لنا مقعد وكانت الأمور قد شبه رسمية من قبل أسبوع أنه سنحضر خطاب الملك محمد السادس، فجئنا رغم الألم والناس متفاهمين حقيقة وكلهم يعني مقدرين هذا الخطوة. والله العظيم ما حبيت أقعد في الفندق، قلت ما الذي سيتغير؟ رحمة الله على الوالدة الكريمة، ماتت دون أن نراها، دون أن نلتقيها 10 سنين وأنا أحاول أن أرى أمي ما استطعت. ها هي قد فارقت الحياة دون أن أراها. أسأل الله سبحانه وتعالى إذا حرمنا من رؤيتها في هذه الدنيا أن نراها إن شاء الله في الجنة بإذن الله. إذا كنا من أهل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بها صالحين. تحياتنا للجميع. الآن أنا انتهت رحلتي تماما في الصحراء وخلصنا، باقي ناس بيشغلونا ما عاد قدرنا نخرج. انتهت رحلتي وغدا إن شاء الله سنغادر إلى are you with me here? That's good. هذه عائلة من مغاربة الخارج. You from Sweden yeah? من السويد. عائلة أخ مغربي بن عيسى جاء بعائلته إلى هنا، شافوا الصحراء وشافوا الاحتفالات. إلى اللقاء في أمان الله. أسأل الله ألا يريكم مكروه، ورحمة الله على أمي وعلى جميع موتى المسلمين جميعا. إلى اللقاء أحباب.